السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة. كيكة كده مسقية بالشربات وطعمها حلو قوي، خليط ما بين الكيكة والبسبوسة، وبتتعمل بالدقيق ودقيق السمولينا، وكيكة طرية وهشة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنحضرها معانا وهي الشربات. معايا كوبايتين من السكر، نزلت عليهم ب3 كوبايات من الميه. هنرفعهم على النار، واول ما هيبتدوا ان هم يغلوا معايا بالشكل دوت، هنزل بعصير نص ليمونه وهنسيبه على النار لمده 5 دقايق. بعد 5 دقايق هنرفعه من على النار وهنسيبه يبرد تماما. احنا عايزين الشربات يكون خفيف. دلوقتي هنحضر خليط الكيكة. معايا 3 حبات من البيض، ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ، عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا وكوباية من السكر، وهنقلب كويس. بعد كده هنزل بكوباية من الزبادي، ويكون بدرجة حرارة المطبخ، ونص كوباية من الزيت. المقادير انا هكتبها لك في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. وهنقلب كويس ونتأكد ان السكر داب معانا زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. تقدري ان انت تعمليها في الخلاط لو انت عايزه تحطي المقادير على بعض وتضربيها في الخلاط، مفيش مشكله. بعد كده هنزل بنص كوبايه من جوز الهند الناعم، وكوبايه من دقيق السمولينا الناعم، وهنقلبهم مع بعض بالشكل دوت. بعد كده هنزل بكوبايه من الدقيق، عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وهنقلب الدقيق لحد ما الدقيق يختفي معانا. وكده الخليط بتاعي بقى جاهز معايا، هو بيكون تقيل بالشكل دوت. هنلم بقى اي حاجه من الجوانب. هنا بقى معايا صينيه دهناها بالسمنه، تقدري تدهنيها بالزيت، وهنزل بالخليط. مقاس الصينيه انا استخدمت الصينيه مقاس 30. لو انت عايزاها مرتفع معاكي استخدمي صينيه مقاس 22 اصغر من دي. طبعا انت كل ما بتصغري في حجم الصينيه هي بتكون عاليه معاكي. بعد كده هبتدي ان انا اوزع الخليط كويس في الصينيه. اهز الصينيه بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين عشان اسويها. بعد كده هندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتقعد معايا 35 دقيقة ونتابعها. وبعد كده هنشغل عليها الشواية علشان تاخد معايا اللون من فوق زي ما انتوا شايفين. هنا بعد ما طلعت معايا من الفرن ننزل على طول بالشربات. الصينية طالعة سخنة والشربات البارد ننزل على طول، لانها هي بتبقى عطشانة وعايزة تتسقى على طول. ما تخافوش هي مش هتعجن معاكم. شايفين كل ما بنسقيها هي بتشرب الشربات على طول. انا نزلت بالشربات اللي انا عاملاه كله. طبعا انا هنا جيت نقلتها على صينيه عشان اقدمها، فحته اتشالت من على الوش وانا بقلبها. بعد كده هنبتدي نقطعها. تقدري بقى تقطعيها قطع مربعه، مثلثات، براحتك زي ما تحبي. انا قطعتها بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. هي الكيكه طريه جدا و يعني هشه قوي. مجرد ما بتحطي فيها السكينة او الشوكة بتدوب معاكي. وهنا بقى حطيت رشة من جوز الهند وقطعة من الكريز زي ما انتوا شايفين. طبعا تقدري ترشي على الوش كلها جوز الهند زي ما تحبي اعمليها، بس انا استكفيت ان انا اخليها كده ما يبقاش فيها جوز الهند كتير. تعالوا بقى اوريكم ازاي بقى يعني الكيكة طرية وهشة. هوريها لك دلوقتي. هنطلع قطعة مع بعض.
يقولك ان هي طرية جدا وهشة. شايفاه مجرد ما بحط الشوكة يعني طرية جدا، والشربات بتاعها مظبوط. جربوها يا جماعة وان شاء الله تعجبكم، طعمها حلو قوي وسكرها مظبوط، ما تخافوش مش هتبقى مسكرة قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.